الراجل اللي في الصورة ده قعد مع مراته وقال لها في واحد صاحبي جاي لنا البيت النهارده، عايزك تلبسي لبس خفيف شوية وتقعدي براحتك، ده زي اخويا يعني مفيش حد غريب. ما تستغربش، ده لسه الصدمة هتيجي بعدين، لأن بعد فترة الراجل ده كان متفق مع ثلاثة إن هم يعملوا علاقة مع مراته في بيته، ومقابل ده هيدفعوا 400 جنيه، يعني كان مشغل مراته. انتوا فاهمين. وفي اليوم ده الثلاث شباب بعد ما خلصوا قالوا احنا مش هندفع غير 200 جنيه بس، مع انهم متفقين على 400. والكلام ده طبعا ما عجبش الزوجه، وفي النهايه كان في خناقه دارت بينهم، وفي نهايه الخناقه دي كان في جثه واحد من الثلاثه مرميه على الارض وسايحه في دمها، والشخص الثاني اتضرب بسكينه في صدره، اما الشخص الثالث فده قدر يهرب من الشقه. طيب تعالوا نروح لاسم شرطه سوهاج اللي تلقى بلاغ من المستشفى ان في شاب وصل المستشفى وهو ميت وفي حاله غير طبيعيه. الشرطه بالفعل وصلت المستشفى، وهناك اكتشفوا ان في شاب مطعون بآلة حادة عدة طعنات في جسمه وميت بشكل غير طبيعي. وفي نفس اليوم بيعرفوا ان في شاب تاني دخل نفس المستشفى وهو مطعون بآلة حادة في منطقة الصدر، وقال ان في سيخ حديد هو اللي وقع عليه. بس الشرطة كانت شايفة ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، وده خلاهم يتعمقوا اكتر في التحريات لحد ما يوصلوا للزوج القواد ومراته. طيب الزوج القواد ده كان بيشغل مراته ازاي؟ وايه اللي وصلهم لكده؟ والجريمة دي ازاي تمت؟ تعالوا بقى نرجع بالزمن شوية عشان نعرف ايه الحكاية. في محافظة سوهاج رشا كانت عايشة مع أهلها في بيت بسيط، وكانوا ناس على قد حالهم، ووالدها كان شغال عامل باليومية، وأمها كانت ربة منزل. ورشا في الوقت ده كان عمرها 19 سنة، كانت بنت جميلة وعايشة في حالها وراضية بالحال اللي هي فيه. لكن كل ده اتغير لما رشا قابلت جمال، كان جارها في المنطقة اللي هي ساكنة فيها، وشافها وعجبته وقرر إن هو يروح يخطبها. بالفعل طلع على بيت أهلها وقال لهم أنا عايز أتجوز رشا. كان شغال عامل باليومية برضه زي والدها، وظروفه ما كانتش أحسن حاجة، بس كان محترم واهله ناس كويسين ومعروفين في البلد. رشا وافقت على الخطوبه واتخطبوا، وعايز اقول لك ان الاتنين ارتاحوا لبعض. كل اللي كان في دماغ رشا وقتها انها خلاص هتتجوز وتسيب بيت اهلها ويبقى عندها بيت بتاعها هي وبس، علشان تبقى بقى براحتها وتعمل كل اللي هي عايزاه، وكمان علشان تخف الحمل عن والدها شويه. اتجوزوا بالفعل والسنين مرت وخلفوا 5 أطفال. لحد هنا كانت الأمور كويسة وكل شيء كان ماشي طبيعي. جمال كان بيشتغل طول اليوم ورشا كانت قاعدة في البيت مع العيال. بس جمال كان خلاص كبر وتعب، وفي الوقت ده كان عمره 41 سنة، ورشا كان عمرها 32 سنة. جمال ما بقاش قادر على الشغل كصنايعي، خصوصا ان جاله مرض بقى مخليه ما يقدرش يعمل مجهود كتير. طب وعياله ومراته هياكلوا ويشربوا منين؟ ما كانش عارف يعمل ايه ولا يجيب فلوس منين، لحد ما جت في دماغه فكرة ما تعرفش هي جت في دماغه ازاي اصلا، لان مفيش حد طبيعي ممكن يفكر في حاجة زي كده. فكر ان مراته لسه صغيرة وحلوة، فليه ما تشتغلش وتساعده؟ بس هتشتغل ايه؟ واحدة زي رشا لا اشتغلت قبل كده ولا تفهم حاجة في الشغل، هي كل اللي بتعرف تعمله انها واخدة على الراحة وقعدة البيت. وجمال بعد تفكير طويل ما لقاش غير حل واحد، ان مراته تعمل علاقة مع شخص وقصاد ده ياخد فلوس. انت متخيل ان هو كان قاعد كده عادي وبيفكر في الكلام ده على مراته ام عياله؟ المهم هو قرر خلاص ان هو هيعمل كده، بس ما كانش عارف هيصارح مراته ازاي بحاجة زي دي. هيروح يعني يقول لها انا عايزك تعملي علاقة مع واحد تاني؟ اكيد لا، كان لازم ان هو يمهد لها الموضوع. جمال كان ليه صديق شغال في المقاولات، صديقه ده ربنا كان فاتحها عليه ومعاه فلوس كتير، وجمال قرر ان صديقه ده هيكون هو الزبون الاول. بس برضه ما كانش عارف يصارح صديقه ويقول له على حاجه زي دي، لحد ما قال خلاص انا اجمع الاتنين في البيت قصاد بعض واخلع انا واشوفهم هيعملوا ايه. في يوم جمال كان قاعد مع رشا مراته في البيت وقال لها بقول لك ايه، في واحد صاحبي هيجي لنا النهارده يتغدى معانا، وصاحبي ده عزيز عليا جدا وانا بعتبره اكتر من اخويا، يعني عايزك تبقى قاعده براحتك وتلبسي لبس خفيف عادي، ولا تتكسفي ولا تقلقي من اي حاجه، زي ما قلت لك ده عزيز عليا وزي اخويا بالظبط، يعني عمره ما هيفكر يبص لي. رشا كانت مستغربه في الاول، لكن قالت لما استنى لحد الاخر. المهم صاحب جمال وصل البيت، وجمال رحب بيه جدا وعرفه على رشا مراته. اتغدوا مع بعض وقعدوا طول الوقت يضحكوا ويهزروا ويتعرفوا على بعض بشكل اكبر، وجمال كان متعمد طول الوقت ان هو يسيبهم مع بعضهم وقت اكبر. مره يقول انا هقوم اجيب حاجه، ومره يقول انا هدخل الحمام ويغيب هناك علشان يسيب لهم مساحه ان هم يتعرفوا على بعض بشكل اكبر. المهم اليوم ده عدى، وعايز اقول لك ان صاحب جمال ده بقى بيزورهم كتير في البيت، وكل مره كان بيزورهم
كان بيجيب هدايا كتير لاطفال جمال، ورشا بقت تتعامل معاها عادي بدون اي كسوف ولا خجل، وبقت تلبس لبس خفيف شويه ومغري قدام صاحب جمال، وهي شايفه ان جوزها مش ممانع على حاجه زي كده، بل بالعكس ده كان مبسوط ان المشروع اللي هو كان بيخطط له بيتنفذ وبيتحقق قدام عينيه. واللي كان مأكد له ده هي النظرات اللي كان شايفها في عين صاحبه تجاه مراته، لحد اما جمال قرر ان هو يبدأ في الشغل بقى وكفايه كلام فاضي. قعد مع مراته وقال لها بقول لك ايه رأيك في صاحبي؟ انا شايف ان هو معجب بيكي وطول الوقت وهو ما نزلش عينيه من عليكي، وعلى فكره انا سالته وقال لي ان هو فعلا معجب بيكي. رشا طبعا كانت مقلقه من كلام جوزها، لكن هو طمنها وقال لها ما تخافيش، قولي كل اللي في نفسك وما تقلقيش خالص، انا مش هتضايق ولا هزعل، بل بالعكس ده انا هحترمك اكتر لو قلت لي الصراحه. دماغه ما تفهمش كانت ماشيه ازاي، يعني ده حتى القواد اللي احنا كنا بنسمع عنه زمان اللي هو كان بيجيب ستات ما كانش ليهم اي علاقه بيه وكان بيشغلهم في شغلانات زي كده، لكن ان واحد زي ده يعمل كده مع مراته فدي حاجه غير طبيعيه بالمره. المهم رشا هي كمان قالت له ان فعلا صاحبه ده عاجبها جدا وبترتاح في القعده والكلام معاه جدا. انت متخيل ان الحوار ده كان داير بين زوج وزوجه؟ المهم جمال خلاص كده اطمن ان الاتنين هينفذوا اللي هو عايزه، علشان كده قعد مع صاحبه واتفق معاه انه هيخليه يعمل علاقه مع مراته مقابل ان صاحبه ده هيديله 500 جنيه. صاحبه طبعا وافق على الاوفر ده وطلع مع جمال على بيته وقعدوا هما التلاته، ولكن جمال انسحب وخد عياله ودخل اوضه وقفلها عليهم من جوه وساب الاتنين بره براحتهم، وصاحبه خد مراته ودخل اوضه النوم وحصل اللي حصل. وبعد ما خلص رمى الجمال ال 500 جنيه ومشي. ودي ما كانتش المره الوحيده اللي يحصل فيها كده، لان صاحب جمال ده بقى يزورهم كتير في البيت وكل مره كان بيعمل علاقه مع مراته، وفي اخر الليله وهو ماشي كان بيرمي قرشين لجمال وهو مستمتع، وجمال مستمتع بالفلوس ورشا مستمتعه بالوضع اللي بيحصل. انا مش عارف بجد ازاي جمال كان بينام جنب مراته وعينيه كانت بتيجي في عينيها كده وما كانش بيحس ان هو مش راجل. المهم الوضع فضل مستمر كده لحد اما صاحبه ده زهق من الوضع ده وقرر ان هو مش هيروح لهم تاني ولا هيعمل علاقه مع رشا لانه زهق منها وعايز يجدد بمعنى اصح. وهنا طبعا جمال اتجنن بعد ما خلاص اتعود على الوضع ده واتعود على الفلوس اللي صاحبه بيديها له، فقال انا لازم اتصرف وبسرعه. مراته كده كده كانت يعتبر خلاص شغاله في الدعاره وبعلم جوزها وبيكسبوا فلوس حلوه، فليه بقى ما يطوروش الشغلانه؟ علشان كده جمال بدأ يدور على اي حد عايز يعمل كده وبيتفق معاه على المبلغ وبياخده وبيطلع بيه شقته، وهو ياخد العيال ويدخل اوضه والشخص اللي هو جايبه ياخد مراته ويدخلوا اوضه تانية، وفي اخر الليله بيقابل الزبون علشان يحاسبه، وزبون في زبون في زبون والدنيا هي ماشيه. وفضلوا شغالين على الوضع ده لمده سنة كاملة ومحدش شك فيهم، لأن ما كانش من السهل إن حد يشك فيهم. عمر ما حد من الجيران أو الناس اللي في المنطقة ممكن تشك إن الراجل اللي طالع مع جمال ده طالع معاه بيته علشان يعمل علاقة مع مراته. ما كانتش سهلة يعني إن حد يصدقها أو حد يتخيلها. طيب نيجي بقى للجريمة اللي حصلت في آخر ليلة ليهم في الشغلانة الزبالة دي. في اليوم ده جمال كان متفق مع واحد اسمه فؤاد عنده 31 سنة، وكان متفق مع واحد تاني اسمه أحمد عنده 29 سنة، وكان متفق مع واحد تالت وده كان سواق توك توك، ولكن ده محدش يعرف اسمه ولا سنه ولا يعرف عنه حاجة لحد الآن، وهتعرف محدش يعرف عنه حاجة لحد الآن ليه ولكن بعدين. طبعا لما رشا عرفت إن جوزها المرة دي جايب لها 3 مع بعض قالت له لأ انت كده مفتري، بس هو قال لها ان الايام دي صعبه وقعد جنبها كده وطبطب عليها وطمنها وقال لها اديكي شايفه الظروف ومفيش زباين والشغل نايم بقاله فتره، وانا ما صدقت ان لقيت ال3 دول وشرطهم الوحيد ان هم يكونوا مع بعض، واتفق معاهم ان هم هيدفعوا 400 جنيه. طبعا ده كان مبلغ قليل ولكن زي ما جمال قال الشغل كان مريح وهو كان عايز اي حد وخلاص، وقال مش مشكله يعني ما جاتش من مره كانه بيضحي يعني. طبعا اكيد كان متفق معاهم على سعر اعلى ولكن هم وصلوها ل 400 جنيه. مش عارف ازاي كانوا بيفاصلوا كده وهو بيفاصل معاهم كانهم رايحين يشتروا جاكيت. المهم طلعوا معاه شقته قدام الناس عادي، وهو كالمعتاد خد عياله ودخل اوضه والثلاثه خدوا مراته ودخلوا الاوضه الثانيه، وبدات الحفله القذره تحصل. ولكن بعد حوالي ساعه او ساعتين جمال سمع صوت زعيق خارج من اوضتهم، ففتح الاوضه اللي هو كان فيها وخرج وقفل الاوضه على عياله وفتح الاوضه الثانيه اللي فيها مراته مع ال3 شباب ودخل علشان يفهم في ايه، واكتشف ان ال3 بعد ما خلصوا مش عايزين يدفعوا غير 200 جنيه. طب ازاي يا عم احنا متفقين على 400؟ قالوا له لا
احنا مش هندفع غير هي ال 200 جنيه دي وخلاص. هم خلاص كده كده خدوا اللي هم عايزينه، وجمال لا هيقدر يتكلم ولا يفتح بقه، اصل هيروح يعمل ايه يعني؟ هيروح يعمل لهم محضر؟ المهم كلهم بداوا يزعقوا وصوتهم بدا يعلى، ووصل بيهم انهم مسكوا في بعض. وعايز اقول لك ان رشا كانت في حاله غير طبيعيه، لانها كانت حاسه ان الثلاثه ضحكوا عليها واستغلوها وخدوا منها كل اللي هم عايزينه، وفي الاخر رموها وعايزين يدوا لها ال 200 جنيه وخلاص. واثناء الشجار ما بينهم واحد فيهم زق رشا ووقعت على الارض. قامت وهي نظرة الشر في عينيها وخرجت من الأوضة، جريت على المطبخ، جابت سكينة ورجعت تاني على الأوضة. أول حد قابلته قدامها كان فؤاد، فضلت تطعن فيه بالسكينة اللي في ايديها لحد ما وقع على الأرض جثة هامدة. صحابه الاتنين لما شافوا كده جريوا بسرعة على باب الشقة علشان يقدروا يهربوا، ولكن زي ما قلنا رشا كانت في حالة غير طبيعية، وده خلاها تجري وراهم والسكينة في ايديها، وطعنت واحد فيهم في منطقة الصدر وده يبقى أحمد. أما صاحبهم التالت فده جري بسرعة وهرب من البيت، وبالرغم من إن أحمد ده اتصاب في صدره بالسكينة ولكن قدر إن هو يجري على السلم ويهرب منها، وكان بيجري على السلم وهو غرقان دم. والوضع دلوقتي إن رشا هي وجوزها موجودين في الشقة ومعاهم جثة واحد مرمية على الأرض. طبعا كانت مصيبة بالنسبة لهم بعد ما فاقوا بقى وبدأوا يستوعبوا اللي حصل، ما كانوش عارفين يعملوا ايه. في الحالتين كل ما يفكروا في حاجة يلاقوا ان هم هيلبسوا مصيبة كبيرة، فقالوا خلاص احنا نستنى لحد ما الليل يليل والحركة تهدى في المنطقة وناخده ونرميه قدام اي مستشفى لعل وعسى ان هم يلحقوه، مع ان اساسا فؤاد كان مرمي على الارض وكان فاقد النفس وكان خلاص روحه طلعت للي خالقها. ولكن هم من كتر خوفهم استنوا لحد ما الليل ليل والوقت اتأخر والحركة في المنطقة بدأت تهدى عشان محدش يشوفهم، وشالوا فؤاد ونزلوا بيه من باب البيت وطلعوا بيه على احدى المستشفيات، رموه قدامها وخدوا بعضهم ورجعوا تاني على شقتهم، ولا من شاف ولا من دري. قفلوا باب شقتهم عليهم وافتكروا انه كده خلاص كل حاجه انتهت، الحكايه خلصت ومحدش هيشك ان هم ليهم دخل في الموضوع. ولكن عدل ربنا فوق كل شيء، لان ربنا لو عدلك مره والتانيه والف حتى وانت بتتمادي في الغلط او انت بتتمادى في الغلط، اكيد هيجي وقت عليك وهتقع وهتتفضح، لان انت ما اتعظتش من كل العلامات اللي عماله تجيلك. المهم المستشفى لقوا جثه فؤاد وخدوها وعرفوا ان هو ميت تماما، ده طبعا لانه كان واخد طعنات كتير في جسمه. وهنا اتصلوا باسم شرطه سوهاج ورجال الامن وصلوا على المستشفى وشافوا فؤاد وهو مقتول، وشكله طبعا انتوا متخيلين ان واحد قايم من علاقه قذره زي دي ولسه مقتول، فاكيد انتوا متخيلين شكله هيبقى عامل ازاي. اكيد يعني شكله مش هيبقى زي واحد لسه مصلي فرض ربنا وقايم من على سجاده الصلاه ومات موتة ربنا عادي، هتلاقي وشه بشوش كده وابيض من حسن الخاتمه اللي هو مات بيها. فواحد زي فؤاد ده انت متخيل الموتة اللي هو ماتها بعد العلاقه اللي هو عملها، اكيد يعني انت متخيل شكله هيبقى عامل ازاي. المهم الشرطه عرفوا ان في نفس اليوم ده واحد تاني دخل نفس المستشفى وهو متصاب ومطعوم بآلة حاده في منطقه الصدر، والشخص ده يبقى احمد اللي اتصاب وهو على باب الشقه. اكيد جري بسرعه على المستشفى علشان يلحق نفسه، طبعا حالته كانت حرجه ولكن مش زي فؤاد اللي مات على طول. احمد كان خايف ان هو يقول على اللي حصل في شقه جمال لحسن يروح في داهيه، طبعا انتوا عارفين انهم لو عرفوا ان هو كان في شقه مشبوهه اكيد يعني هيتحبس، علشان كده قال لهم ان اثناء ما هو كان ماشي في الشارع في سيخ حديد وقع عليه ودخل في صدره، وانه لما مطعون بسكينه ولا حصل اي حاجه في بيت جمال ولا جاب سيره اصلا عن الموضوع. بس الدكاتره كانوا انصح منه 100 مره لانهم عرفوا ان الطعنه اللي في صدره دي باستخدام آلة حاده مش باستخدام صيغ زي ما هو قال، معنى كده ان هو بيكذب. والاتنين في نفس الوقت احمد دخل المستشفى الاول وفؤاد دخل بعديه، بس الاتنين كانوا مطعونين يعتبر بنفس الآلة الحاده. فهنا الشرطه بدات ان هي تجمع الموضوع مع بعض، ومع التحريات اكتر وتفريغ كاميرات المراقبه قدروا ان هم يوصلوا لجمال ورشا، قبضوا عليهم. وعايز اقول لك ان الاثنين ما خدوش وقت كبير وكانوا اعترفوا بكل حاجه. طيب صاحبهم الثالث اللي كان معاهم في الشقه وقدر ان هو يهرب ده انا قلت لك محدش عرف عنه حاجه لحد النهارده، لانه من ساعه اليوم ده وهو مختفي، ما تعرفش بقى ايه اللي حصل له، هرب راح على بلد تانية. يعني هو ما كانش صاحبهم قوي، يعني هو تقريبا كده كان لسه عارفهم من كام يوم، ولما عرف ان جمال بيدور على شخص علشان يعمل علاقه مع مراته قال طب وايه المشكله لما انضم للاثنين التانيين. وبالفعل انضم ليهم، ولا كان جمال يعرف اسمه ايه ولا عنده كام سنه ولا منين، ولا الاثنين التانيين كمان كانوا يعرفوا عنه حاجه. كل اللي كانوا يعرفوه عنه ان هو سواق توك توك، ومن بعد ما هرب من بيت جمال وهو مختفي
ومحدش يعرف عنه حاجه، متعرفش بقى راح على اي بلد او ايه اللي حصل له، المهم ان هو ما ظهرش تاني. طيب نيجي بقى لمرحله التحقيقات. جمال قال ان هو السبب ورا كل اللي حصل، وهو اللي اقنع مراته بحاجه زي كده وخلاها تبقى رخيصه في عين اي حد. ورشا طبعا كانت منهاره بعد كل اللي عملته، لانها كانت شايفه تاريخ حياتها الاسود كله وهو بيمر قدام عينيها. لان زي ما قلت لك قبل كده، ربنا هيعدي لك مره والتانيه وممكن الف، لكن اكيد هيجي عليك وقت وهتقع وهتتفضح، لان انت ما عملتش بكل العلامات اللي ظهرت لك قبل كده وطنشتها بمزاجك. طيب هو لحد هنا المفروض ان القصه خلصت، بس عايزك تقول لي مين اكتر حد غلطان معانا في القصه؟ اكيد طبعا الاتنين غلطانين غلط كبير، ولكن مين اكتر حد غلطان؟ يعني جمال هو اكتر حد غلطان علشان هو السبب اصلا في كل اللي حصل ده من الاول، وعلشان اقنع مراته بحاجه زباله زي دي وخلاها تبقى شغاله بالاجره بمعنى اصح يعني؟ ولا رشا هي اكتر حد غلطانه ان هي طوعته في حاجه زي كده وقبلت ان يتقال لها كلام انتوا عارفين الكلام اللي هيتقال عليها؟ فعايزين نعرف مين اكتر حد غلطان، ومن وجهة نظرك برضو شايف ايه الحكم اللي يستحقوه علشان يبقوا عبرة لأي حد يفكر يعمل كده؟ ده اللي هنناقشه مع بعض في التعليقات.